بنرحب فيكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج مرآة الحياة. حلقتنا لهذا الأسبوع بتتمحور حول الهلال الأحمر الكردي، وهي منظمة إنسانية تسعى لرفع الوعي الصحي في المجتمع وتقديم يد العون والمساعدة الطبية والإغاثية لكامل المدن والمناطق والمخيمات الموجودة في شمال وشرق سوريا. كونوا معنا لنتعرف أكثر على دور المرأة والمهام والنشاطات اللي عم تقوم فيها ضمن هي المؤسسة. أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن نرحب بسوزدار عكو، وهي الإدارية ومسؤولة قسم الإعلام والعضوة في لجنة المرأة في الهلال الأحمر الكردي. نرحب فيك أستاذة سوزدار. أهلا وسهلا بقناة روجافا وبرنامج مرآة الحياة. أهلا وسهلا فيكي أستاذة سوزدار. بداية، كيف بتعرفي الهلال الأحمر الكردي للمشاهدين؟ شو بتحكي لي عنه بشكل عام؟ إيمتى تأسس؟ شو كان هدفكم من تأسيس الهلال في شمال وشرق سوريا؟ الهلال الأحمر الكردي منظمة إنسانية صحية تعمل في مناطق شمال وشرق سوريا، طبعا مستقلة، بتعمل على وفق مبادئ الهلال والصليب الأحمر العالمي، واللي هي منها عدم الانحياز والحياد تقديم الخدمة للجميع بدون أي فرق في التعامل. المنظمة تأسست بعد وجود فجوة صحية في المنطقة في 2012 لما فات مسلحين إرهابيين في مدينة سريكانية. بوقتها مجموعة شابات وبعض الكوادر الطبية حاولوا يعملوا مؤسسة أو منظمة، طبعا بإمكانيات جدا محدودة بسيطة. نعم. وشوي شوي حاولوا يأسسوا حالهم. طبعا الرحلة ما كانت أبدا سهلة، كان في تحديات كتير. الكل بيعرف بداية الأزمة كان في شح في الموارد، في كتير صعوبات، قلة أدوية، قلة إمكانيات وأدوات طبية، لكن رغم كل شيء حاول يستمر وبإرادة قوية أثبت وحط طابع كبير بالمنطقة أنه رغم كل شيء صعوبات كان في بإمكانه ينقذ حياة الأشخاص ويكون سند ويد عون طبي فينا نقول بالمنطقة. طبعا مو بس بمجال الطبي، كمان بالمجال الإغاثي والمجال فينا نقول الإيواء وغيره كتير من الأقسام اللي كانت تشوفها مسؤولية على عاتقها. طبعا هل إرادة وهل تصميم والاستمرار. دائما الاستمرار بيعمل كمان مثل ثقة للجهة المقابلة، فصار في صداقات، صار في علاقات، صار في ثقة من بعض الجهات الخارج شمال وشرق سوريا وداخلها كمان. طبعا ما ننسى فضل الأهالي ودعم الهلال الأحمر الكردي اللي كان دائما موجود بقوة، سند للمنظمة لتقدر تطلع من أي مثل ما بيقولوا في أي أزمة تكون سند لها. شوي شوي صار في نقاط، من النقطة الأولى اللي كانت مدينة عمودة، بعدها نقطة في مدينة قامشلو، مدينة ديرك، صار في أزمة تحرير مناطق الفرات، واللي كلنا نعرف كان وقت كتير حساس، كان في حاجة طبية ماسة. بعد 2017 صار في شراكات مع عدة أصدقاء ومنظمات، ومنها الأصدقاء الدائمون الذين كانوا ولا يزالون دعم للهلال الأحمر الكردي، والذي هم الهلال الأحمر الكردستاني، الذين قدموا كثير من
المساعدة والدعم، وكثير من المنظمات الأخرى المستقلة التي تعمل في مجال الطبي. طبعا رح نتطرق لهم بشكل موسع أكثر أستاذتي الكريمة. نعم، يعني فيني أقول بشكل عام تأسيس المنظمة كانت ل 2017 بشكل إمكانيات محدودة. بعد 2017 فينا نقول صار مرحلة جديدة اللي هي مرحلة دعم ومشاريع. طبعا هالمرحلة كان كتير صعبة علينا، لأنه منظمة جديدة بهالعمر قدرت تأسس رغم كل شيء، تأسس سياستها الخاصة فيها كسياسات الموارد البشرية وسياسات اللوجستيك والمالية وأي ورقيات تقدر تدعم المشروع وتكون كل شيء بشكل مثل ما بيقولوا بشكل منظم وبشكل يثبت للأصدقاء المانحين مدى مصداقيتنا ومدى شفافيتنا بالعمل، واللي لهلا عم مثل ما بيقولوا في إلى نتائجها اللي هي استمرارية هذه المنظمات وثقتهم واستمرارهم بالعمل معنا. أستاذة سوزدار، كهيكل تنظيمي وإداري في الهلال الأحمر، من شو بتتكون؟ شو هن أبرز الأقسام الموجودة ضمنه؟ طبعا أي منظمة لازم تكون ناجحة وتكون لها تأثيرها ويكون لها تنظيمها تشتغل على مستوى معين من الجودة بالعمل. لازم يكون لها برنامجها وسياستها وهيكلتها الخاصة، وكل إقليم كمان بيتضمن من 1 إلى 2 مركز طوارئ إسعاف اللي هن من أهم خدمات الهلال الأحمر الكردي، اللي هو خدمة الطوارئ الإسعاف، الخدمة الإسعافية السريعة. وإضافة إلى طبعا كل كانتون فيها عدد غير قليل من النقاط الطبية داخل المخيمات وخارجها في المدن والبلدات. أستاذتي، كيف بتتابعوا أعمال ونشاطات هي الفروع الموجودة لديكم؟ هل عم يقدموا لكم تقارير دورية ولا أنتم بتشكلوا لجان ميدانية عم تتابعوا أعمالهم من خلالها؟ طبعا ما ننسى الدينامو أو المحرك الرئيسي لكل هالفروع اللي هو الإدارة، المقر الرئيسي للهلال الأحمر الكردي الواقع بمدينة قامشلو. طبعا الإدارة بتضم عديد من المكاتب الإدارية والإدارة الرئيسية العامة اللي كمان هي إدارة مشتركة، رئاسة مشتركة ضم شخصين بيتابعوا كافة المناطق، بالإضافة إلى المقر الرئيسي لمتابعة العمل والربط فيما بين جميع الأقسام. الإدارة العامة فينا نعرفها صلة وصل ومداد لجميع الأقاليم من خلال مكاتبها، اللي ما ننسى طبعا لأنه كتير في مكاتب، مكتب اللوجستيك والمالية، مكتب الموارد البشرية اللي بتعني بجميع أمور الموظفين وورقياتهم وأمورهم، يعني كافة الأمور المتعلقة بالعضو. بالإضافة إلى مكتب المراقبة والتقييم اللي دائما بيتابع البيانات وتقييم البيانات المستفيدين في كافة النقاط. مكتب الحماية والدعم النفسي اللي بيضمن كرامة وسلامة المستفيد والأعضاء، لهم سياساتهم الخاصة. وفي طبعا كل مكتب في له فرع بالأقاليم، هو المكتب الرئيسي بيتابع مع المكاتب الإقليمية، وهالمكاتب كمان لها فروعاتها بالنقاط، كل نقطة فيها مثلا مثل ما قلنا شخص من المراقبة والتقييم، شخص من الحماية والدعم النفسي، إلى جانب طبعا الخدمات الرئيسية اللي بيتم تقديمها ضمن النقاط الطبية. أستاذة سوزدار، عدد إجمالي أو تقديري للعاملين ضمن الهلال الأحمر الكردي، سواء من الإداريين أو حتى العاملين في المجال الطبي من أطباء وممرضين، سواء ميدانيين أو حتى ثابتين في أماكنهم، كيف تقدري تعطيني كعدد إجمالي للعاملين؟ وهل هذا العمل أو هذا العدد الموجود يستوفي جميع المناطق؟
طبعا العدد دائما في تفاوت بالأعداد، يعني سنويا يصير في تغير بالأرقام حسب الحاجة، حسب الظروف. طبعا مثلا إذا بدنا نقيم السنة مع 2022 رح يكون الرقم كتير متفاوت وفقا لحاجة المنطقة ضمن الجائحة، مع يعني كان في عدد أكبر من الأعضاء. حاليا حسب آخر إحصاء لمكتب الموارد البشرية حوالي 1500 عضو تابع للهلال الأحمر الكردي حاليا مثل ما بيقولوا على قدم وساق في عملهم. أستاذة سوزدار، هل عم تستوفوا حاجة المنطقة ككل من خلال هذا العدد الموجود؟ المنطقة بصراحة بحاجة، نحن بنمر بأزمة كبيرة، زيادة على الأزمة فينا نقول أزمة الحرب والجائحات مثل جائحة كورونا، في بعض الأمراض اللي انتشرت مؤخرا مثل الكوليرا والجرب وغيرها من الأمراض الوبائية. كان في كمان شح في المياه في عديد من المناطق، وكمان في عدة عوامل فينا نقول بيئية وغيرها، والمخيمات طبعا اللي ما ننسى كتير لها اهتمامها الخاص. هدول كلهم بيعملوا بصراحة حاجة صحية أكبر، وهالحاجة طبعا دائما بتكون بدها كمان كوادر أكتر يعني. فقد ما كان في كوادر بصراحة نحن بنحس إنه لسه يلزم أكتر، خاصة في قطاع التثقيف الصحي والوقاية. يعني طبعا برنامج التثقيف هو من أهم البرامج ضمن الهلال الأحمر الكردي، لأنه دائما نحن هدفنا مو بس نعالج المرض، لكن نحاول نوقي منه قبل ما يوقع، خاصة بالمخيمات وظروف المخيمات الصعبة. فنحس دائما في بعض الأقسام يلزم يكون في أكثر عدد أكبر من الموظفين أو العاملين. أستاذة سوزدار، شو هن أبرز الفعاليات والنشاطات اللي قمتوا فيها سواء خارج الخدمة الطبية أو حتى داخلها من بداية التأسيس لوقتنا الحالي؟ هلا الهلال الأحمر الكردي الخدمات الرئيسية تتمحور حول مثل ما قلت لك الإسعاف والطوارئ بالدرجة الأولى، اللي هي الخدمة ل 24 ساعة بشكل دائم بيتم تقديم هالخدمة عبر غرفة عمليات بتحاول تدير جميع النقاط الإسعافية. بالدرجة الثانية في عنا خدمات الرعاية الصحية الأولية واللي هي مستوصفات والمراكز الطبية ضمن المخيمات، واللي تقدم خدمات مثل العيادات الداخلية والأطفال والنسائية، بالإضافة إلى أغلبية فيها ولادات طبيعية، غرفة إسعاف ومخابر وأدوية ومثلا ولقاحات لاشمانيا، يعني ضمن الإطار الطبي. فبرات هالخدمات توجد كمان برامج، واللي هي مثلا برنامج جدا مهم واللي هو برنامج ووش، اللي يعمل على متابعة النظافة والمياه في المنطقة. طبعا ضمن نقاطنا كمنع الأوبئة ومنع انتشار الأوبئة والنظافة ضمن المرافق الطبية وتخلص سليم من الأدوية الطبية والكثير من النشاطات الأخرى اللي عم تقوم فيها، من ضمنها كمان توزيع المياه. طبعا المياه كان جزء من أهدافنا، اللي هو إمداد المناطق خاصة مثل مدينة حسكة بالمياه بسبب انتشار الأمراض لقلة المياه. وهي كان واحدة من نشاطات البرنامج ووش. طبعا هاي بتجي إلى جانب العديد من الحملات الأخرى اللي هي حملات إغاثية، حملات توزيعات. مثلا عنا كان آخرها الزلزال، واللي كان كتير عم نلاقي صعوبة رغم الصعوبات اللي لاقيناها، إلا أنه وصلنا حالنا للشهباء وقدمنا كتير من المساعدات الإغاثية من خيم ومن إمدادات يومية للحياة. ومؤخرا عم نشتغل على مشروع وحدات سكنية لإيواء
الأشخاص النازحين من مناطق حلب للشهباء وغيرها من الحملات الإغاثية. أستاذتي، متابعة لحديثك، طبعا قمت بإقامة العديد من الخيم والمراكز الإيواء في حال حدوث أي طارئ. شو بتحكي لي عن الكادر الطبي المهيأ ضمن هذه الخيام، المستلزمات الطبية اللي لازم تكون متواجدة هناك؟ هلا بكل كارثة أو بكل أزمة بتمر فيها مناطق شمال شرق سوريا، ونحن بنعرف إنه دائما في أزمات للأسف نحن في حالة حرب دائمة. صح. فهذا الشيء مثل ما بيقولوا خلق جوات الأعضاء حالة طوارئ مباشر، يعني بفوتوا بالحالة في سيستم معين بيمشوا عليها. بس نحن هلا عم نشتغل على مسألة جديدة بصراحة، عم نشتغل من زمان عليها، إن شاء الله عم نتأمل تطبق بالقريب يعني، واللي هو الدفاع المدني. هو تدريب أشخاص مهيئين يقدروا يكونوا جاهزين بأي كارثة أي كان نوعها، ويتجاوبوا معها مشان تفادي أي خسارة أي حياة. وطبعا بكل الأزمات في إلنا مثل ما بيقولوا نظام معين عم نشتغل عليه بتقديم فورا خيم. آخرها زلزال كان نشرنا بكامل مناطق شمال شرق سوريا خيم مشان تقدر تقوي أكبر عدد ممكن من الأشخاص في حال حدوث أي هزة كبيرة. أستاذي سوزدار، كإعلام الهلال الأحمر الكردي، كيف بتروجوا لنشاطاتكم، للفعاليات، للحملات الإغاثية اللي عم تقوموا فيها كمنصة الهلال الأحمر الكردي؟ شو بتحكي لي عنها؟ طبعا مكتب الإعلام بالهلال الأحمر الكردي كان ولا زال له بصمة في مجال الصحة في مناطق شمال شرق سوريا. في يعني مثل ما بيقولوا متابعين كتار بيحاولوا يفهموا الوضع الصحي من خلال هذه المنصة. المكتب بيحاول دائما يكون موجود في جميع الأزمات، مثل ما قلنا ذكرنا عن الزلزال، طرق الوقاية، مثل ما كان في بالكوفيد 19 العديد من المواد التوعوية الإعلامية اللي كان اشتغلنا عليها كتير، واللي ساهمت بتقليل صراحة من المرض. وكمان الجانب الثاني اللي هو الترويج و مثل ما بيقولوا يمكن تعريف أكثر عن نشاطات وحملات وأي خدمة يتم تقديمها ضمن الهلال الأحمر الكردي يتم تعريف عنها، ليتسنى للأشخاص الموجودين في المنطقة تعرف على الخدمات ومعرفة العناوين وغيرها من معلومات. أستاذة سوزدار، كهلال أحمر كردي قمتم بإجراء الكثير من الندوات والحملات التوعوية بشكل عام. شو بتحكي لي عن هي النقطة؟ المواضيع اللي بتختاروها بشكل عام حول شو بتتمحور؟ هل عم تتمحور على أشياء روتينية، ولا حسب الحاجة، حسب الكارثة اللي صارت، أو حسب الطارئ اللي صار؟ مثل ما ذكرت سابقا عن برنامج التثقيف الصحي اللي هو برنامج كتير رئيسي ومهم بالهلال. المواضيع اللي يتم اختيارها يكون حسب بعض منها يكون موسمية حسب حاجة الموسم أو الفترة لإلها، مثل نزلات البرد، الالتهابات، وأمراض الأطفال وغيرها من المواضيع اللي بتكون موسمية. أما في جزء آخر واللي هو يكون دائما ثابت عن الأمراض المزمنة، عن الرضاعة الطبيعية، عن الولادة الطبيعية وغيرها من المواضيع المهمة. طبعا هذا البرنامج بيتم عن طريق مئات من الأعضاء اللي هن مثقفين صحيين، لا يقل عدد من 2 ل 3 أشخاص أو فما فوق في كل نقطة طبية موجودين، بيقوموا بتثقيف ضمن النقطة، كمان بيقوموا بزيارات منزلية أو داخل الخيم في المخيمات. الأستاذة سوزدار عكو، الإدارية في الهلال الأحمر الكردي، شكرا لحضورك معنا، شكرا لهي المعلومات القيمة اللي أفدتينا فيهم. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم لجهودكم.
أعزائي المشاهدين، كما ويسعدنا أن نرحب بنيروز شاقو، وهي المنسقة الطبية في الهلال الأحمر الكردي. نرحب فيك أستاذة نيروز. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذة نيروز. كمنسقة طبية في الهلال الأحمر الكردي، شو بتحكي لي عن مجال التنسيق الطبي؟ حول شو بيتمحور بشكل عام؟ نحن كمكتب تنسيق طبي بالهلال الأحمر الكردي عم نقوم بمتابعة البرامج الطبية بكافة المراكز والنقاط التابعة للهلال الأحمر الكردي بالمدن والمخيمات بشمال شرق سوريا كافة. أستاذة نوروز، النقاط الطبية، العيادات المتنقلة، مراكز الطوارئ ومراكز الرعاية الصحية الموزعة في المدن والمناطق والمخيمات على مستوى شمال وشرق سوريا، شو بتحكي لي عنهم، عن مجال شغلهم بشكل عام؟ نحن كمراكز نقاط طبية عندنا 44 مركز رعاية صحية بالإضافة ل5 عيادات متنقلة. عندنا 64 سيارة إسعاف موزعة ضمن المدن والمخيمات ومراكز الطوارئ. مراكز الرعاية الصحية الأولية فنحن عم نقدم الخدمات الصحية فيها بمجالات عيادات الأطفال، النسائية، داخلية، اللقاحات والأدوية كمان عم نقدم فيها. الخدمات طبعا عندنا كلها تكون مجاني بدون أي مقابل مادي فيها. أستاذتي، طبعا كقسم التنسيق الطبي قمتم بالعديد من البرامج الطبية التي تخدم المرأة، شو بتحكي لي عن هاي النقطة؟ هلا كمكتب تنسيق طبي البرامج الخاصة بالمرأة هي الصحة الإنجابية، رعاية الطفل والتغذية. عندنا مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل. عندنا كمان قسم يلي عم نتابع فيه المرأة هو القسم الأدوية والأمراض المزمنة. عندنا قسم وبرنامج الأمراض المعدية اللي عم تتابع المرأة. كمان في عندنا مركز الماموغرافيا اللي عم يخدم المرأة هو الكشف المبكر عن سرطان الثدي. أستاذة نيروز، شو بتحكي لي عن آلية عمل المراكز الصحية؟ المراكز الصحية مثل ما ذكرنا سابقا فهي عم تركز على الخدمة الأولية أو الخدمة الصحية الأولية اللي عم نقدمها للعالم بالشكل المجاني. بنركز أكثر شيء على صحة الأم والطفل. عندنا كمان العيادات المتنقلة هي اللي عم تقدم الخدمة بالريف. عندنا ريف الحسكة، ريف منبج، ريف دير الزور، ريف كوباني ومنبج، فعم يركزوا هن كمان أكثر شيء على الصحة الإنجابية والطفل. أستاذة، بالنسبة للمخيمات أو المناطق المحررة واللي لا زالت تعاني من آثار الحرب، كيف بتحكي لي، شو بتحكي لي عن آلية عمل الهلال الأحمر الكردي ضمنها؟ بالمخيمات نحن كمان عم نقدم خدمة الرعاية الصحية الأولية فيها، ونظام الإحالات من المخيم لبرات المخيم على المشافي، وهدول كمان هدول عم يتم عن طريق التنسيق بين الهلال الأحمر الكردي والسلطات المحلية والمنظمات والجمعيات الخيرية اللي عم تكون متعاونة معنا بهالمجال كتير. أستاذة نيروز، هل الهلال الأحمر الكردي تواصل مع المنظمات الإغاثية الطبية سواء في الداخل أو حتى في الخارج من ناحية إنشاء مشاريع مشتركة، من ناحية تقديم الدعم والمساندة الطبية لكم في حال حدوث أي طارئ؟ نحن كهلال أحمر كردي نحن عم نعمل مع شركاء من داخل القطر وخارج القطر مثل منظمة UPP والسيف ذا تشيلدرن والHI والAMB وكثير من المنظمات والجمعيات الشريكة اللي عم نخدم المجتمع كلياتنا إيد بإيد. أستاذة، شو بتحكي لي عن الأعمال التي يقوم بها الهلال الأحمر الكردي من ناحية تقديم الخدمات الطبية والإغاثية وإنشاء المراكز الخاصة بالنساء والأمراض التي تصيبها بالمجمل؟ هلا كهلال احمر الكردي الشيء الخاص بالمراه يلي هو فتحه هو مركز الماموغراف يلي بيكشف هو الكشف المبكر عن سرطان الثدي. بيقدم خدمه الايكوغراف والماموغراف. الخدمه فيها تكون كمان مجاني. بيقدم خدمات التثقيف الصحي وتدريبات عن الفحص الذاتي كرمال يتم الكشف عن
سرطان الثدي. الهلال كمان بيقوم بحملات توعية لمناهضة العنف ضد المرأة. وبالشهر الوردي كمان كان في مبادرة للهلال الأحمر الكردي إنه قام بجلسات التوعية بكافة المراكز وضمن المجتمع نفسه كرمال الكشف المبكر عن سرطان الثدي. أستاذة، هل تمتلكون الكادر الكافي للوصول لأصعب المناطق وفي حال حدوث أي طارئ، في حال حدوث هجمات أو تفجيرات في أي مكان؟ كمهام الهلال الأحمر الكردي فهو بيحاول بيصل لكل النقاط، سواء قد كان ما كان في صعوبات فالهلال هو عم يصل، سواء كان عن طريق سيارات الإسعاف، سواء كان عن طريق التعاون مع الجمعيات الخيرية والسلطات المحلية، فالهلال هو عم يصل لكافة المناطق. أستاذة نيروز، شو بتحكي لي عن المؤتمرات اللي قام فيها الهلال الأحمر الكردي خلال سنوات عملكم ضمنه؟ حول شو كانت هاي المؤتمرات، شو هن النتائج اللي وصلتوا لها واللي بتخدم الهلال بشكل عام لدعمكم للاستمرارية في مجال عملكم الطبي؟ الهلال الأحمر الكردي خلال هالفترة قام بثلاث كونفرنسات عامة وكونفرنس واحد خاص بالمرأة. خلال هالكونفرنسات عم يتم نقاش النظام الداخلي للهلال الأحمر الكردي، عم يتم نقاش الأعمال اللي قمنا فيها، وعم يتم وضع خطط مستقبلية كل ما العمل فيها في السنوات القادمة يعني. هل توصلتم إلى نتائج كانت مرضية بالنسبة للعاملين، بالنسبة للمجتمع ككل خلال هاي الكونفرنسات اللي صارت؟ ضمن الإمكانات والموارد يلي بين إيدينا فنحن عم نحاول نقدم الخدمة يلي ترضي المجتمع والشعب بالدرجة الأولى، وفي رضا يعني من خلال البيانات يلي عم تصير والاستبيانات يلي عم نقوم فيها من فريق المراقبة والتقييم، ففي رضا من قبل العالم. أستاذة نوروز، كنساء عاملات في الهلال الأحمر الكردي، ما استصعبتوا العمل بهذا المجال باعتباره عمل طبي ميداني، باعتباركم عم تتعاملوا مع الأرواح، وهذا بيشكل للإنسان العادي نوع من الإرهاق النفسي والجسدي، وخاصة في حالات الحروب، في حالات الأزمات، في حالات الهجمات، أو حتى أي كارثة إنسانية أو بيئية عم تصير؟ نحن كنساء عاملات بالهلال الأحمر الكردي فهن عم يقدموا لنا الدعم النفسي والمعنوي كتير، وبمجال العمل كمان فالعنصر الذكري عنا فهو كمان بيكون إيد بإيد معنا ويكون متعاون معنا كتير، ولما نحن عم نشوف على أرض الواقع إنه عم نقدم خدمة للمجتمع وعم نساعد العالم فهالشي عم ينعكس إيجابيا علينا كتير، فما نحس بتعب العمل أبدا. بيشكل لكم مثل حافز إنه تعطوا أكثر؟ إيه طبعا بيعطي حافز إنه نقدم شيء أكبر وأكثر. شيء أكيد. الأستاذة نوروز شاقو، المنسقة الطبية في الهلال الأحمر الكردي، شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم كمان. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، كما ويسعدنا أن نرحب بشيرين خليل الناطقة باسم المرأة في الهلال الأحمر الكردي. نرحب فيكي أستاذة شيرين. أهلا وسهلا بقناة رجاء وقناتكم الموقرة. أهلا وسهلا فيكي أستاذة شيرين. كيف بتعرفي لي مجلس المرأة في الهلال الأحمر الكردي؟ حول شو بيتمحور شغلكم؟ مجلس المرأة هو مجلس بيعنى بأمور المرأة. نحن نعرف يعني المرأة بكل مؤسساتنا عددها طاغي، لهيك مشان نحاول أو نقدر ننظمها أسسنا هالمجلس مشان يعني بأمورها بتنظيميا وفكريا ومسلكيا كمان. يتمحور هالمجلس هذا حول متابعة أمور المرأة، متابعة الصعوبات اللي بتواجهها، كمان عقد اجتماعات دورية لها مشان نعرف هل النساء اللي يشكلوا عدد أكبر بمؤسسة الهلال الأحمر الكردي، هل النساء عم يتطوروا ولا عم يستفيدوا من شغلهم من الناحية التنظيمية أو الناحية المسلكية.
أستاذة شيرين، مما يتكون مجلس المرأة في الهلال الأحمر الكردي؟ شو هن الأقسام الموجودة ضمنه؟ مجلس المرأة يتكون من لجان، هو اللجنة الإدارية في الإدارة العامة للهلال الأحمر الكردي. اللجنة هاي بتتكون من الرئيسة المشتركة للهلال، والناطقة الرسمية باسم مكتب المرأة، والعضوة المشاركة في المجلس. وأيضا كمان هناك مجلس للأقاليم. مجلس الأقاليم كمان بدور يتفرع للرئيسة المشتركة للإقليم وإدارية إلى جانب الرئيسة المشتركة. وأيضا لكل نقطة من نقاط الهلال الأحمر الكردي في عنا ناطقة باسم المرأة. نفس الأقسام الموجودة هي موجودة بالمخيمات وحتى في المناطق المحررة والتي لا تزال تعاني من آثار الحرب مثلا؟ تماما، هو نفس النظام، لكن للهلال الأحمر الكردي خصوصية في هذا المجلس. هلق في عنا نحن نقاط من يعني بكل مناطقنا تابعة للهلال الأحمر الكردي. هاي النقاط في إلى قائد فريق، إلى جانب القائد الفريق في ناطقة باسم المرأة بتعنى بأمور المرأة، وبتشارك التحديات والصعوبات اللي تواجهها. في كتير عنا نساء يعني مثلا بتأثرين بالعقلية المجتمعية الراسخة حاليا. للأسف. لهيك هالناطقات لهم دور كبير بتطوير المرأة فكريا، كيف يحاولوا يحافظوا على شخصيتهم وعلى خصوصيتهم كمرأة داخل النقاط اللي يشتغلوا فيها. وخاصة نحن نقاطنا في نقاط خطرة كتير، بحاجة لفكر أو لتنظيم للمرأة مشان تحافظ على حالها وعلى وجودها وعلى عملها بالنقاط. أستاذة شيرين، شو هن مهام مجلس المرأة والأعمال والنشاطات اللي عم تقوموا فيها؟ عملكم حول شو بيتمحور بشكل عام؟ نحن عملنا كمجلس المرأة عقد دورات تدريبية، مثلا النقاش مع النساء داخل الهلال الأحمر الكردي لخضوعا للدورات الفكرية. وأيضا عقد اجتماعات دورية شهرية داخل الإدارة، وأيضا خارج الإدارة عقد اجتماعات مع الكانتونات، ومتابعة أمور المرأة فكريا وتنظيميا. وكمان أي صعوبات أو أي مشكلة تخضع إلى النساء في أي نقطة أو أي إقليم، نحن بنتابع هالأمور هذا ونعمل تحليل للمشكلة أو للصعوبات، وبنحاول نلاقي الحل المناسب، يعني مناسب للوضع ومناسب للمجتمع أو البيئة اللي تكون فيها المرأة موجودة. تماماً. أستاذة شيرين، بالنسبة لمتابعة عملكم في الكانتونات، في المدن، في المخيمات، كيف بتكون بشكل عام؟ هل عم يبعتوا لكم تقارير بشكل دوري، ولا أنتوا كمجلس المرأة عم تقوموا بإجراء مثل زيارات ميدانية مثل ما بيقولوا؟ هلا نحن عنا تنسيق بين الرئيسات المشاركة للأقاليم، وهن بدورن انه التنسيق مع الناطقات باسم المرأة في النقاط. بيعملوا تكميل لبعض، تكميل أسبوعي سواء أو تكميل كل 15 يوم، حسب الوضع اللي يسمح لهم يعني. بيعملوا هالتكميل هذا وبيناقشوا أمور سير العمل، كيف عم يجري، مثلا تنظيم المرأة كيف عم يجري. النساء عنا عم يمارسوا دورهم بشكل فعال، ما عم يمارسون. هالتكميل هذا بيجمعون بتقرير شهري. هالتقرير يتم طلبه من الرئيسات المشتركة للأقاليم، هن بدورهم يبعتونا هالتكميل هذا هالتقرير هذا الشهري، ونحن نضمه نعمله تقرير عام ونشاركه كمان مع كتير مؤسسات مثل كونغرستار، مثل حركة المجتمع الديمقراطي، يعني مكتب المرأة بحركة المجتمع الديمقراطي. نشاركهم هالتقرير ونحضر اجتماعاتهم. كمان نحن عنا هون إذا نلاقي مثلا أي صعوبة كمكتب المرأة، نحن نراجع كونغرستار، نراجع مكتب المرأة لحركة المجتمع الديمقراطي، نتقاسم المشكلات ونحاول نصل لحل يناسب وضع المرأة كبيئة أو كمجتمع.
أستاذة شيرين، ذكرتِ أنكم تقومون بإلقاء الكثير من المحاضرات وتقومون بالكثير من النقاشات. المواضيع اللي بتختاروها لهي المحاضرات، لهي النقاشات، حول شو بتكون؟ شو هن أبرز المواضيع اللي عم تركزوا عليها بشكل عام؟ هل بتكون فكرية تنظيمية أم توعوية طبية؟ نحن مواضيعنا مختلفة كتير، متنوعة. يعني أحيانا بنتناول مواضيع فكرية وإيديولوجية. مثلا بنحكي عن كتير ثوريات بالعالم، عن حياتهم، عن كيف قادوا هالثورة. نحكي عن الشهيدات اللي استشهدوا مشان تحرير، يعني مشان فكر تحرير المرأة. مشان يتوسعوا مداركم أكثر. تماما تماما. كمان في عنا مواضيع طبية مثل الإسعافات الأولية، نحاول إنه المرأة تعرف كيف تدير الوضع إذا واجهها، مثل قياس الضغط، مثل قياس السكري مثلا. هالأمور هاي. الإسعافات الأولية في حال حدوث أي جرح، مهم. أي مهم. سقوط، أي كسر. هالأمور هاي الإسعافات الأولية بشكل عام. مهم. كمان أحيانا نعطي مواضيع تنظيمية، مثل المرأة كيف تنظم حالها، كيف تعرف خصوصيتها. هلا نحن هذا واقعنا، عم نعيش بمجتمع لسه ما عنده هالفكر الواسع عن خصوصية المرأة. خاصة المرأة، هي في كتير نساء عنا يعني لسه ما وصلوا لهالفكر هذا على خصوصية المرأة، إنه كيف تحاول تحمي خصوصيتها، أو كيف تحاول تبرز خصوصيتها قدام المجتمع أو أي مؤسسة أو أي بيئة هي وحتى عايشة تحمي فيها. مكتسباتها. تماما، أكيد أكيد. يعني المرأة لما ما بتعرف خصوصيتها، هي ما رح تعرف تحمي مكتسباتها. كتير نركز على هيك مواضيع خصوصية المرأة، كتير كتير نركز عليها، ونحاول بشكل عام نحاول قدر الإمكان إنه نصل لأي مرأة، ونحاول تتعرف على هالخصوصية وتوسع فكرها، حتى تصل للفكر الحر للمرأة. أستاذة شيرين، خلال عملكم كمجلس المرأة، هل واجهتوا أي تحديات، أي صعوبات بما يخص العاملات الموجودات ضمن الهلال الأحمر الكردي؟ وكيف واجهتوهم لهي التحديات؟ كيف أوجدتوا حلول؟ إذا فينا نذكر كم مثال عن سيدات عانوا من مشاكل وأنتم كمجلس المرأة قمتوا بحلها، بيكون منيح. أكيد أكيد. بنواجه كتير صعوبات بصراحة. يعني نحن كأي مؤسسة من مؤسساتنا، يعني لسه الذهنية الذكورية طاغية عنا. كتير صعوبات نواجهها، إنه لسه النساء اللي عنا في منهم أغلبية لسه ما وصلوا كيف يحموا حالهم، كيف يحموا خصوصيتهم، كيف يثبتوا وجودهم كامرأة قوية في مجال عملها. بمجال عملها. أو يعني نحن التعب الأكثر على النساء بصراحة، يعني التعب الأكثر على النساء. بس هل النساء هدول ما عم يعرفوا يحموا هالتعب هذا، هالجهد اللي عم يبذلوه، ما عم يعرفوا يحموه. وهذا دليل إنه لسه ما وسع الفكر هذا، ما وصلوا لل المستوى المطلوب إنه يقدروا يحموا مكتسباتهم، يحموا جهدهم، يحموا. فنحن نحاول يعني نقعد مع أي مرأة يعني تواجه مشكلة، مثلا تواجه أي ذهنية، نقعد معها نحاورها، نحاول نعرف كيف خصوصيتها بالبيت، كيف تقرب العائلة منها، سواء كانت متزوجة أو كانت عازبة. نحاول نناقشها، إنه نوصلها للحل اللي يلائم خصوصيتها ووجودها. إنه نحاول إنه تعرف في عندها كشخصية كامرأة، لازم تحمي هالشخصية، لازم تحمي هالقوة الشخصية وتنميه بشخصيتها. بصراحة يعني عم نواجه صعوبات، لكن يعني عم نحاول نتلافى هاي الصعوبات بالنقاش مع النساء، بعقد دورات تدريبية معهم، بإخضاع. في كتير هلأ أنا نساء يحبوا يوسعوا فكرهم، هن يطلبوا منا إنه يخضعوا لدورة فكرية. في عنا عدد هائل إنه نساء انخضعوا للدورات الفكرية واستفادوا منها، وبعد ما خلصوا هالدورات صاروا يحكوا لرفقاتهم إنه كتير منيح، لازم أنتوا كمان تنضموا
بيشجعون، بيحاولوا يحفزون كمان هن ينضموا للدورات الفكرية. أستاذة شيرين، كمجلس للمرأة شو بتحبي توجهي كلمة للسيدات العاملات سواء في المجال الطبي أو حتى السيدات العاملات بالمجمل في شمال وشرق سوريا؟ بصراحة هلا نحن السيدات اللي عنا، النساء اللي عنا كتير نشيطات بشغلن، بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه، لكن لما ينحطوا بمواقف ما بيعرفوا يحموا هل المكتسب هذا أو هل القوة اللي عندهم ما بيعرفوا يشرحوها أو يجيبوها على أرض الواقع. أنا بنصحهم إنه يكونوا واثقات من حالهم، لأنه الثقة أهم شيء. يكونوا واثقات بحالهم وبذاتهم، يعني لأنه هن التعب الأكتر عليهم، هن اللي يشتغلوا أكتر. لهيك لازم يحاولوا ينموا هالفكر أو الثقة اللي بشخصيتهم، مشان الأيام الجاية يعرفوا يواجهوا أي صعوبة تواجههم. السيدة شيرين خليل الناطقة باسم المرأة في الهلال الأحمر الكردي، شكرا لحضورك معنا. أهلا وسهلا، شرفتونا. أهلا وسهلا. أعزائي المشاهدين، من هون من الهلال الأحمر الكردي نوصل معكم لنهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج مرآة الحياة. بتمنى نكون وصلنا لكم الغاية المرجوة من عمل المرأة ضمن هاي المؤسسة. انتظرونا بحلقة جديدة وموضوع جديد. دمتم بخير.